السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم إخواني المغاربة أينما كنتم في جميع أنحاء العالم. تحية لكم من قناة مغربكم. النظام العسكري الجزائري في الحرب ديالو المستمرة وفي الحرب ديالو الأبدية ضد كل ما هو مغربي. والإخوان المغاربة خاصهم يعرفوا واحد النقطة مهمة ومهمة جدا، وهي النظام الجزائري راه ما كيستهدفش النظام المغربي أو الأسرة الملكية أو السياسة المغربية أو الدولة المغربية، بل النظام العسكري الجزائري كيستهدف كل ما هو مغربي. أي حاجة اسمها المغرب أو تنسب إلى المغرب فعرفوا النظام العسكري الجزائري غادي يكون تيشن عليها حرب شرسة، سواء كان في الثقافة، سواء كان في الاقتصاد، سواء كان في الرياضة، سواء كان في أي مجال من المجالات يعني اللي معروفة على الصعيد الوطني أو على الصعيد العالمي. أي مجال، أي نقطة فيها اسم المغرب عرفوا بأن النظام العسكري الجزائري غيدخل معها في حرب باش يزحزحها من مكانها أو يأثر عليها أو يشوش. النظام العسكري الجزائري عنده نجاح واحد اللي خاضه ضد المغرب واللي انتصر فيه على المغرب، نجاح واحد هو تشويه سنة المغرب فقط، والكلام الفارغ أو الجعجعة بدون طحين. هذا هو اللي كيبدع فيه النظام العسكري الجزائري. آخر يعني البهلوانات النظامية الجزائرية هي يعني فتح مكتب سمي بمكتب لتمثيلية انفصالية الريف في العاصمة الجزائر. هذه النقطة الناس اللي دائما تيقولوا بأننا نحن كمغاربة محتلين الصحراء يشوفوا غير هاد الصور اللي كانت خرجت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات، واللي كتدعم فيه يعني الجزائر انفصال الريف عن المغرب، ويقارنوا بينها وبين بدايات انفصال الصحراء المغربية. هنا غتكون عندهم مقارنة واضحة جدا، ويقارنوا ما بين ما كان عليه في عهد القذافي ومن في إنشائهم للصحراء كما يسمونها الغربية واللي هي مغربية، وما يقوم به النظام العسكري الجزائري وحيدا يتيما في دعمه لشرذمة عايشة في أوروبا كتسول يعني التبرعات والإعانات. النظام الجزائري خاصكم تعرفوا كيحارب كل ما هو مغربي لأنه عنده عقدة نفسية من المغرب. هذه العقدة جات من يعني هزام حرب الرمال وفي حرب يعني أمقالة، وفي عدة أمور ينتصر فيها المغرب على الجزائر، أو أن المغرب لا يبدي أي اهتمام أو أي التفاتة للنظام العسكري الجزائري، لأن الحكومة والملكية في المغرب كتشوف أبعد من محيطها الجغرافي. النظام العسكري كيستهدف المغرب في الثقافة، في الفن، التقاليد، في العيش، أي شيء مغربي. الشعب الجزائري اللي تيقولوا بعض الناس أن الشعب الجزائري غير متفق مثلا مع الحكومة الجزائرية والنظام العسكري الجزائري، فهذا غلط. كونوا متأكدين بأنه غلط، لأن الأطفال الجزائريين في المدارس يدرسون في المقررات الدراسية الجزائرية كرههم للمغرب من بداية التنشئة ديالهم. يعني من لما كنشوفوا مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي يعني الإذاعات والتلفزيون الجزائري محاولة السطو على كل ما هو مغربي، من ناحية اللبس، من ناحية الثقافة، من ناحية الفن، من ناحية المطبخ، من ناحية أي شيء مغربي. والشعب المغربي أو المتتبعين المغاربة كيبقاو يضحكوا ويستهزئون بهذا الشيء اللي كيقوم به الجزائري. هذا الشيء ماشي فيه الضحك. خاصكم تعرفوا هذه المسألة، هذا الشيء ما فيش الضحك نهائيا. هذه راه محاولة حثيثة ويعني جدية من النظام العسكري الجزائري بسرقة كل ما هو مغربي. خاصكم تصدوا لها بكل صرامة وبكل جدية وبكل حزم، لأن النظام الجزائري العسكري راه ماشي ما كيعرفش يسرق أو لا كيفضح راسو أو هذا من شيء من هذا القبيل، ولكن راه هو كيحاول يقوم كل ما أوتيه من قوة باش يحاول يسطو على كل ما هو مغربي. يعني نعطيكم مثلا بسيطا هنا في الغربة مثلا، أو في أوروبا أو في أي دولة يعني أجنبية، أو في الجزائر نفسها. الشعب الجزائري مثلا لما تقول لك ما عنديش الفلوس، ماشي يقول ما عنديش الفلوس، يقول ما عنديش الدراهم.
وحنا كنعرفوا العملة ديالهم حنا في الجزائر هي الدينار، ولكن هما كيقولوا ما عندناش الدراهم. الدراهم فين كاينة؟ درهم يعني راه كاينة في المغرب فقط، في دولة الإمارات، وحنا اللي عطينا دولة الإمارات الدرهم باش تأسس الدولة ديالها، باش تأسس العملة ديالها في بداية نشأة دولة الإمارات العربية المتحدة. لما كيحاولوا يسطوا مثلا على القفطان، يسطوا مثلا على الطاجين، على الطبخ، على التراث، على التاريخ، ياخذوا صور من مدن مغربية وكينسبوها لوزارات من وزاراتهم، راه هذا راه ماشي ضحك، راه ما نضحكوش عليهم، لا، خصنا نتصداو لهاد الأمور باش نوقفوهم عند الحد ديالهم. والناس اللي كيتصداو لهم في مواقع التواصل الاجتماعي عندهم يعني واحد التحية كبيرة جدا، اللي هما مراقبين كل تحركات النظام العسكري الجزائري من خلال سطوه على كل ما هو مغربي. الجزائر كتحارب كل ما هو مغربي، يعني كنتي شابة، كنتي طفل، كنتي امرأة، كنت رجل، كنت شيخ، كيف ما كتكون يعني تشوف بانك راه مغربي او تنسب الى المغرب، عرف بانها غادي تكون المحاربة ديالك. هما تيبرعوا في مسألة وحدة، هو تلطيخ سمعة المغرب والمغاربة وتشويه صورتهم أمام الغير، دائما معروف عليهم. النظام العسكري الجزائري كنا متأكدين ما عمره ما غادي يتوالى على مهاجمة المغرب والمغاربة. والمغاربة اللي كيظنوا بأن الشعب الجزائري مثلا غير راضي على تصرفات الحكومة الجزائرية أو النظام العسكري الجزائري، أو أكثر من هذا يعني المعارضين الجزائريين اللي في الخارج مثلا كيضلوا يسبوا في النظام العسكري الجزائري، كونوا متأكدين هادوك كما تيقول المثل ليس في القنافذ أملس، راه نفس الطينة. هذاك المعارضة اللي كاينة في أوروبا الجزائرية راها كتنذبح على أساس باش تكون عندها واحد الحصة في الكعكة اللي كاينة كتفرق في الجزائر فقط. كونوا متأكدين لو يعطوهم واحد المبلغ مثلا أو واحد الدعم مثلا يكون في المتناول ديالهم يقبلوه، يعني يكون راضيين عليه، يكونوا متأكدين غادي يرجعوا للجزائر. الجزائريين ما فيهمش ثقة نهائيا من ناحية إخواننا المغاربة، ما تيقوش في الجزائريين نهائيا، لأن الجزائريين كيحاولوا يضربوا الهوية المغربية، كيحاولوا يضربوا التاريخ المغربي، كيحاولوا يضربوا التقاليد والثقافة المغربية، كيحاولوا يضربوا الهوية بصفة عامة، الهوية المغربية، كيحاولوا يضربوا كل ما هو مغربي. فكونوا متأكدين أي شخص كيشوف أي جزائري وكيحاول هذاك الجزائري ينسب شي مسألة ياخذها للجزائر، كيخاصك تصدى ليه، ما تضحكش أو لا تسكت، لا، كيخاصك تصدى ليه تم. كل ما تصديتي ليه تم غادي يتراجع. السارق هو من كيسرق إلا ما شاف شي واحد تكلم معاه كيكمل السرقة ديالو. أما إلا قلت ليه هذاك راه ديالي، كون متأكد بأن هذاك السارق يقول لك اسمح لي راك ما كيسحب لي ديالك. نفس الشيء مع النظام العسكري الجزائري والدولة الجزائرية. أنا ما عمري ما شفت في حياتي نهائيا دولة أو شبه دولة تسرق، شبه دولة مبنية على الكذب، معاملة غير بالسطو والتلفيق والتدليس وتشويه سمعة الغير. دولة أو شبه دولة اللي المشروع ديالها هو مراقبة المغرب فقط. لو كانوا الجزائريين أذكياء، عندهم البترول، عندهم الغاز، عندهم الأرض شاسعة، وخا قامت بالسرقة على السرقة من دول الجوار ومنها المغرب. لو كانوا أذكياء، عندهم بحر، عندهم صحراء، وعندهم خضرة، وعندهم ماء. لو كانوا يعني انتبهوا للدولة ديالهم وبناوها ونموها، لكان المغرب غادي يكون يعاني كثيرا وكثيرا وكثيرا. ولكن هما بلاهم الله سبحانه وتعالى بالحسد، بالسرقة وبالتنفيق، فكان نصيبهم هو النتيجة هي الطوابير الطويلة على أشكال الحليب، على السميد، على أبسط المتطلبات اليومية اللي كتوفر في أفقر الدول. الدولة عندها ثروات وتوزع الثروات ديالها على كل ما هو ضد المغرب. دولة كتجوع شعبها اللي كيخاصو يكون عايش معيشة كالقطريين والإماراتيين والسعوديين ودول الخليج. دولة كل ثرواتها الطبيعية والبترولية والغاز الشعب ديالها كيحرق في قوارب الموت.
دولة اللي بكل هاد الثروات لو فتحت الحدود الجزائرية مع المغرب لهرب كل الشعب الجزائري إلى المغرب. ولكن حذري إخواني المغاربة، ما تثيقوش في الجزائريين. الجزائري راه مفيش الثقة نهائيا. الجزائري هوايته الكذب والبهتان والنصب والتزوير والتلفيق، ثم اتهامك بأنك أنت السارق وأنت لا شيء. وكيتهموا المغارب والمغاربة بالدعارة، وهم أكثر ناس كيمتهنوا مهنة الدعارة. أكثر من هذا الشيء، الجزائريات في الغربة يمتهنوا الدعارة، كينسبوا نفسهم للمغرب. لما تسألها تقول لك أنا مغربية، يعني كيحاولوا يشوهوا الصورة ديال بلادهم. وحتى الناس يعني العاديين من الجزائريين الغربة، مثلا إلا كان غادي يتعامل مع شي أوروبي أو لا شي أجنبي مثلا باش يكسب الود ديالو تيقول لي أنا مغربي، لأن داك القاولي ما كيعرفش باش أنت مغربي ولا جزائري. يعني كيعرفك أنت عربي من المغرب عربي، ما تقول لي مثلا مغربي وهو جزائري غادي يقول لك أوكي ماشي مشكل. يعني كينتحلوا صفات المغربي وكيحاولوا يعيشوا معيشة المغربي، ويحاولوا يلبسوا لبس المغربي وياكلوا ماكلة المغاربة، وفي نفس الوقت كيسبوا المغاربة. النظام العسكري الجزائري بهذه التمثيلية من ديال الريف أو غيرها هو يعني جاي 50 عام هو كيدعم في البوليزاريو. ماذا حقق؟ شنو تنقص من المغرب؟ ما تنقص منه والو. المغرب يعني كان غادر الاتحاد الإفريقي سنوات طويلة. ماذا يعني تقدم؟ ماذا جنى الاتحاد الإفريقي؟ الشرذمة ديال بعض الناس محسوبين على الريف غادي ياخذوا الأموال، ما عندهمش الضمير وما نعرفوش الخلفيات ديالهم. إخواني المغاربة، تحية لكم أينما في جميع العالم، وإلى حلقة قادمة بحول الله تعالى.